لحمة ب80 جنيه بس. مش هتصدقوا البديل ده وفوائده. اهلا بيكم. وصفتنا النهاردة اقتصادية ومغذية. هنعمل الحواوشي نصين، نص بكبد الفراخ الخطيرة والنص التاني ببديل اللحمة. هنجهز العجينة. كيلو دقيق بيعملي 4 متوسطين، وبحط عليه معلقة كبيرة سكر ورشة ملح ومعلقة كبيرة خميرة فورية. والفرق هنا بين البيتزا والحواوشي ان بضيف 3/4 كوب لبن دافي. عايزة اقولكوا بيفرق قوي في طعم العجينة وبيخليها مميزة جدا. بلم العجينة وبكمل عجن بالمية بالتدريج لحد العجينة ما تبقى تمام، وبغطيها بكيس عادي تخمر او فوطة مطبخ. ودلوقتي نجهز الخضار اللي هنحطه في الحشو. معايا 3 بصلات بيض متوسطين و3 جزرات وسط و3 فلفل اخضر وحزمة بقدونس، وبضرب كله في الكبة وبحطهم في طبق على جنب. وبجيب اول حشوة معايا الكبد بقطعها قطع متوسطة واضيف عليها كمية مناسبة من الخضار واقلبهم فيها كويس، وابدأ اضيف البهارات. معلقة صغيرة 7 بهارات، ومعلقة صغيرة من البابريكا المدخنة، ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، وربع معلقة صغيرة قرفة بتدي طعم جميل، وربع معلقة صغيرة من الكمون. وضيفوا الفلفل الاسود حسب الرغبة. انا حطيت اقل من نص معلقة صغيرة، وحطيت معلقة صغيرة ملح، وبرده ده حسب ذوقكم وكمية الحشو. وقلبوا كله مع بعضه كويس اوي. هنا العجينة بتاعتي كانت بدأت تخمر، ونروح بقى نحضر بديل اللحمة وأساس حلقتنا، وهو القوانص يا جماعة. مصدر غني بالبروتين ومليانة بفيتامينات زي فيتامين B12 وB2 وB3، ده غير المعادن المهمة اللي فيها زي الحديد والزنك والسيلينيوم والفسفور، وتعتبر أقل في نسبة الدهون عن اللحم، ولكن ناكلها باعتدال. ومرضى الكوليسترول ما يستهلكوش منها كميات كبيرة غير بإشراف طبيب. المهم فرمتها زي ما شفتوا، عصقتها عادي خالص، نزلت ميتها وشربتها. ولو عندكم كبار في السن زودوا مية لغاية لما تطرى معاكم تماما. هاخدها احط عليها نفس كل حاجة من الخضار والبهارات، ولكني هراعي انها مستوية، فمش هحط نفس معيار البهارات كلها زي ما انتوا شايفين كده، وخاصة الملح، وممكن تدوقوا وتظبطوه على ذوقكم. انا هنا اتبقى معايا خضار، فاخدته وشلته في كيس وفرسته في الفريزر لغايه لما احتاجه تاني. هقسم العجينه ل4 كور، وكل كوره كورتين، واحده اكبر من التانية. وهفرد العجينه على شويه دقيق، وهحطها في الصينيه على طول على ورق زبده علشان اعرف اتحكم فيها من غير ما اقلق وانا بشيلها من على الترابيزه وتتقطع. وهقسم الرغيف نصين، نص كبد الفراخ والنص التاني بالقوانص، وهحط العجينه التانية فوقيهم وابدا ابرم. وبعد ما ببرم بفرد العجينه في الصينيه تاخد حجمها، وبعمل فتحة في نص العجينة خرم صغير كده، وبشوكة بغرسها فيها. وبجهز بيضة مخفوقة بشوية لبن ورشة فلفل أسمر، وبدهنها كويس. وما تنسوش الأطراف، وبرش سمسم أو حبة البركة اللي بتحبوه، بس ما تزودوش حبة البركة علشان بتأثر في الطعم. وتدخل فرن سخن جدا على درجة حرارة عالية حوالي 10 دقايق لغاية لما الوش يحمر معاكم. لازم تجربوا الوصفة علشان بجد تستحق وخطيرة. وما تنسوش تشتركوا في قناتي علشان يوصل لكم كل جديد. واستنوني الحلقات الجاية، هعمل لكم بالقوانص افكار كتيرة. وبالهنا والشفا.